كوكيز الشوفان صبايا. بدي كاسة من الشوفان، كاسة من الدقيق، كاسة شاي جوز الهند، كاسة شاي إلا ربع من السكر البودرة، بالإضافة بدي كاسة شاي من الزبدة، ونص كاسة حليب، ونص كاسة زيت، بالإضافة أي نوع من القلوبات عندكن بإمكانكن تحطنها لإضافة نكهة مميزة. بدي ملعقتين من الحليب البودرة، ملعقة صغيرة من الباكنج باودر، وملعقة صغيرة من الفانيليا. وما بننسى كمان بدنا ملعقة من النشا. أول إشي بنحط كاسة الزبدة والزيت والسكر وحليب البودرة، وبنحاول نخفقهن حتى يندمجن معانا بشكل كريمي. صبايا أنا بإمكاني أستخدم المكنة، بس أنا حبيت أفرجيكن شلون بإيدي كمان بصير. حطيت كاسة طحين أو كاسة الشوفان وكاسة طحين، وخلطتن بأطراف الأصابع. لاحظن صبايا أنا بحكي لكم أطراف الأصابع، هنا عملية التخليط والبس. بنحط لهم ملعقة فانيليا وملعقة باكنج باودر صغار، وكمان كاسة جوز الهند، وبنخلطن بأطراف الأصابع. بنخلي عملية البس بأطراف الأصابع من بالسن، وبنحاول حبوب الشوفان إنها تتكسر ما بين إيدينا، بتعطي رونق كتير حلو، بستاهل هالثم صبايا. بعدين بنضيف نص كاسة حليب، طبعا الحليب بيكون بارد، وكمان بنخلط بأطراف الأصابع. حاولين إنكن ما تعجنن، إذا عجنتن حصير العجينة معاكن قاسية، وحصير معاكن الكوكيز قاسي حبيباتي. هون أنا حطيت بذور اليقطين، وحطيت زبيب اللي بدكن إياه، وأضفت ملعقة النشا، إني كنت ناسي أضيف ملعقة النشا، وخلطت كمان بأطراف الأصابع. شايفات جبت بعدين شكلتن بالملعقة، حطيتن وضغطت عليها، ورشيت عليهن سطحن جوز الهند، ودخلتن الفرن على درجة حرارة 190 حوالي 10 دقايق. بيكون من جوا طري، بيكون اللون أشقر من فوق، ومن تحت بيكون أشقر غامق. صحتين وعافية. لا تنسون من الدعاء صبايا.